روّحت الحمد لله، زحمة جدًا، 40,000 متفرّج يعني أنا أقدر أقول يمكن 38,000 منهم مصريين، مصريين وفي عرب وفي ناس لابسة تيشيرتات الزمالك، وكان معانا جمهور من البرتغال شُفت 2، 3 مصوّرهم وهانزّلهم كانوا لابسين تيشيرتات بنفيكا بيشجعوا الأهلي يعني نفس النكش أهلي وزمالك، بورتو وبنفيكا وكده، الماتش كان روعة. أنا بس اللي مضايقني موضوع إن ميامي الناس كانت بتقلل منها وأنا يمكن أعتقد أنا الوحيد في المجرة اللي كنت باقول ميامي مش سهلة، دي فرقة فيها ميسي يا جماعة وسواريز، حتى لو سواريز تعبان ما هو جاب جون النهارده، وألابا وبوسكاس وعندهم وبقية الفريق كله صغيرين في السن ولاعيبة أقوياء ومنهم لعيبة منتخبات. أعتقد لقطة تريزيجيه هي اللقطة المفتاحية، إحنا ليه خسرنا البطولة دي؟ ويمكن سيد عبد الحفيظ وأنا مروّح كنت باسمعه على الMBC مع إبراهيم فايق، قال برضه إحنا لازم نبُص هي بوبا، ده سنو يا جماعة، يا أختي، يا أختي، لازم نبُص إيه اللي موجود جوّه غرفة خلع الملابس برضه لو في مشاكل، وسيد عبد الحفيظ بخبرته بيبقى فاهم اللي بيدور يعني. بن شرقي مش راضي باظي طماع، لأ في كورة يا جماعة، الوحيد اللي كان بيلعب كما أُنزل الكتاب لعيب محترف يعني مش طماع كان زيزو. زيزو موّت نَفْسه، الصراحة يعني أنا أدّي له الcredit. حسين الشحات أنا دافعت عنّك كتير، خلاص هو زيزو جه هو شايف نَفْسه انتهى في الأهلي، خلاص مع السلامة، لازم ترجّع عبد القادر عشان صغير في السِن، تريزيجيه الناس زعلانة منّه، حتى ما أخدش الترحيب الكافي، ما تجيش منّك أنت يا ابن النادي إنّك تفكّر في نَفْسك بالطريقة دي. قفشة يعني مش عارف استغفر الله العظيم يا رب، عارف الخنفسة السودا اللي بتبقى ماشية جنب البلاعة؟ ما باشبّهوش بيها، بس لأ باشبّهه بيها، حرام استغفر الله أنا آسف بس أنا مش لاقي أنت بتلِف إزاي؟ أنت بتلِف مش بتوك توك بالكرنك بتاع زمان بتلِف بيه، بتعمل إيه؟ الناس كانت هتتشل. محمد هاني يا جدعان، محمد هاني الراجل بيكوّم اللعيبة ناحية الشمال وبيخلّي الباك اليمين لوحده، عشان كده لمّا نزل بتاع اسمه إيه ده اللي نزّله رقم 3 اللي هو اللي بيغني عمر كمال، عمر كمال نزّله وسنده، محمد هاني اتعدل الشوط التاني. أشرف داري لمّا بيبقى في لعب مفتوح ما بيعرفش يدافع ومش سريع، بيكهام كويس بيطلع بالكورة كويس، طبعًا بن رمضان أنت بتتكلم يعني أنا باتفرّج على أبو تريكة قدّامي يا جماعة. بن رمضان جنب إمام، أنت محتاج مدرب يلسوعهم، هم مش خايفين من اللي برّه، ما أعتقدش إن المدرب هينجح، وزي ما عملت فيديو المدرب الصبح، لازم مدرب شخصيته قوية ويتكلم مع اللعيبة دي كل واحد جاي معلِّم في المكان اللي كان فيه، فكل واحد فيهم شايف إن هو هيبقى نجم الفرقة. كور كتير زيزو كان عمّال مش ممكن الكلام ده ما كانش طالع في الشاشة، عمّال يشوّح ما تبصوا لي يا جماعة ما أنا فاتح، الراجل رايح جاي، رايح جاي، الشوط التاني كان شحّر وجراديشار نسى الكورة، ومحمد الشناوي يا ابني أنت إيدك مقطوعة، أنا نفسي أقلّعه الكُم، طب ما الدنيا حَر ما تلبس تيشيرت بنُص كُم، أنا نفسي أشوف عندك دراعات زيّنا والّا لأ، الشناوي أنت كبرت يا شناوي، الشناوي أنت كنت طالع في السما في ماتش ميامي، النهارده في الأرض. كنا هنبقى أول مرّة فريق عربي وأفريقي يكسب فريق من أوروبا، كنا على الأقل خدنا الشرف ده، آخر المجموعة واستلقوا بقى لمّا ترجعوا حصّالة والفلوس الحرام والنسوَنة والحوارات بتاعة مصر. حاجة أخيرة بس، الماتشات للمصريين، الماتشات اللي شبه دي للمصريين اللي عايشين برّه، خصوصًا الأهلاوية، هو الشعب المصري يعني 95% منه أهلاوي. المصريين اللي قاعدين برّه بيبقى الموضوع بالنسبة لهم متعة، إحنا مش طالعين بنفس مشاعر اليوتيوبرز اللي عايشين في مصر واللعيبة كذا وكذا وكذا وزي ما أنا كنت باعمل دلوقتي، لكن الناس طالعة فرحانة، ليه؟ لإن إحنا ماتش عالمي، الجمهور قاعد جنب بعض، ما فيش أي مشاكل، دخول وطلوع بمنتهى السلاسة، آآ زحمة طبعًا بس الناس فرحانة، الناس أنت ما تعر يعني أنا النهارده كنت باكلم اللي معايا باقول له أنا آخر ماتش حضرته للأهلي سنة 1999 في استاد إسكندرية بصفتي إسكندراني، يعني أنا كان كنت باحلم أياميها إن أنا أروح أحضر استاد القاهرة وأشوف جمهور كبير للأهلي، ده اتحقق لي النهارده، إن الملعب كله أهلي الموجودين، وأنا باتفرج كده بغض النظر عن نتيجة الماتش، هل أقدر أنا ربنا هيكتب لي إن أنا أتفرج على الأهلي تاني، حاجة أنا باحبها
زي ما باحب مصر كده مثلًا، لإن الموضوع صعب، أنت الواحد أجازاته مثلًا بتبقى في الصيف، في الوقت اللي الكورة فيه واقفة، ما بتقدرش تروح استاد، معاكش تذكرتي، حوارات مصر لازم تروح الاستاد من بدري، أنت دلوقتي بتخش الاستاد، أنا كنت هناك قبل الماتش ب10 دقايق، ودخلت الكرسي ولحقت الماتش الحمد لله رغم إن كان في ترافيك. آآ أتمنى إن الأهلي يعمل بقى شبه منتخب المغرب، منتخب المغرب قعد سنين طويلة في نسخ كاس عالم سابقة، يروح يعمل أداء حلو أوي قدّام أسبانيا وقدّام البرتغال، في الآخر يطلع من المجموعات، يطلع من المجموعات، لغاية ما جات مرّة رشقت، وكانت في قطر. أعتقد إن شاء الله كاس العالم اللي جاي في السعودية نستفيد من أخطائنا، أعتقد إحنا محتاجين مدرب كبير، وده مش هيحصل إلا لمّا يبقى في فلوس من برّه مصر، يا جماعة الشركة الراعية والحوارات دي، الناس دي كله بيستفيد من الاهلي. شفت شعبيه الاهلي عامله ازاي؟ انت النهارده لازم تطلب من الفيفا، انت زيك زي ريال مدريد، ريال مدريد الملعب متقفل كل الماتشات، الاهلي اكتر جماهيريه في الانديه الافريقيه والعربيه، انت لولا الاهلي النهارده وفي ماتش ميامي كان الملعب هيبقى فاضي شبه ماتشات سان داونز والترجي كده. لازم الاهلي ياخد غير الانديه الافريقيه. وبعدين ربنا يسهل، واشوفكم بقى بكره ان شاء الله، سلام.